استغلال حصلت إخفاقات نحن نحتاجين أن نقول فيها العبرة فيها شنو، محتاجين نقول فيها خطابنا فيها شنو، عشان ما نتجاوزها نفتكر إنها كلها كانت صحيحة ثم حدثت الأخطاء. صحيح أكبر الأخطاء أنا أفتكر أكبر جلسة محتاجين أن نحن نعملها هي قراءة الإنقاذ 30 سنة، وأنا ما بتكلم عن الإنقاذ عن جرائمه، أنا بتكلم عن أخطاء الاستراتيجية، وأهم خطاب بالنسبة لي في الإنقاذ هي أخطاء الاستراتيجية. الإنقاذ ألغت ألغت الدولة تماما. الآن الحيرة والضياع اللي احنا فيه لأنه لم نرث دولة مع الإنقاذ. الإنقاذ ألغت الدولة نهائيا، ألغتها نهائيا، حولت بالدستور رئيس الجمهورية لفرعون مطلق السلطات، يلغي الدستور ويلغي البرلمان ويلغي مجلس الوزراء ويلغي، وهو يعين أي شيء، يعين الغفير ومدراء الجامعات ورئيس القضاء أي شيء يعينه. فأورثتنا نظام بائس. عشان كده لما يجي الرجل الأول الآن يجد ضياع، لا يستطيع أن يعرف أين الرأس وأين المؤخرة. فالقضية الأساسية هي الإنقاذ، عشان محتاج نجد فيها الوعي، الفصل بين السلطات، الفصل بين المؤسسات، التشيك اند بالانس بين مؤسسات الدولة، ده كله ما موجود. النظام الاقتصادي ما في أي مؤسسية لا في الدولة ولا في المجتمع تم إلغاء. لما نيجي نتكلم عن تجربة الإنقاذ أعمق من مجرد نقد الجرائم التي ارتكبوها، لكن في التفكيكات والتأثيرات التي فعلوها، من إلغائهم للنظام الاتحادي، لإلغائهم للنظام الاقتصادي، لإلغائهم للنظام السياسي، لإلغائهم لأي نظام موجود. وأصبح التجار بواسطة أطفال يسمونهم معجزين، الطفل المعجزة، بيديروا كل شيء بخارج المؤسسة. عشان كده لما جو ناس قحط ضل راحوا ما عرفوا، زي دخلوهم في دايلما، قالوا لنا نجيبهم من السجن يورونا القصة دي كانوا بيدوروها كيف، ما حيقدروا. مش لأنه في حكومة خفية، لأنه ما في نظام ذاته، ما في دافوري يا جماعة. ميسي لو جبت في دافوري ما بيقدر يجيب جول، ما بيقدر، بيكسروا. فهم دخلوا في دافوري لازم يتكسروا يعني. فنقضنا للتجربة تحت الإنقاذ نقد منهجي، ليست للجرائم التي ارتكبوا، لكن التحدي بالنسبة لنا كيفية إعادة ترتيب هذا الأمر. إذا دار تتكلم عن ديمقراطية نتكلم عن مؤسسات الديمقراطية. المؤسسات الديمقراطية داير إعادة ترتيب، لازم تتكلم عن الجيش، والجيش جزء من الدستور وجزء من الدولة، لكن وضعيته شنو؟ اللخبطة اللي عملوها ناس الإنقاذ ألغوا المؤسسية في داخل الجيش. الجيش أيام نميري كان مؤسسة تتخذ قرار عبر قيادة محددة. أيام سوار الذهب كان مؤسسة بيجتمعوا هم بيتخذوا القرار. هم لغوا المؤسسية دي لأنه جابوا شخص من خارج المؤسسة، لأنه بيسموه ناس الجيش فنان، لكن عشان يدوه سلطات لغوا لهم مؤسسة الجيش. فأصبح كل من يكون على رأس الجيش يديره كما يشاء، برهان ولا زعطان. ما في مؤسسة، الجيش ما بيستطيع أن يتخذ قرار، ما في مؤسسة. ما تشوف عايزين يعملوا انقلابات وما عايزين انقلابات. فهذا وضع موروث، لكن احنا دارين لا نستطيع ان نلغي الجيش على الاطلاق ولا الامن يا جماعه. دي مؤسسات من مؤسسات الدوله. اذا عندي لوري كان بينقل مخدرات، انا داري انقل خضروات، لكن ما بقول كسروا احرقوا، ما بقول احرقوه. لكن اورثونا هذا النظام، نعيد، نحتاج الى اعاده ترتيبه. مؤسسات الديمقراطيه لابد ان يرجع مؤسسه الجيش لوضعها الطبيعي. مؤسسات المجتمع المدني، ما هي المؤسسات التي تدير السياسة يا جماعة؟ ما هي؟ المنظمات دي ما الجهة اللي بتدير السياسة، وما هي بتعمل العلاقات الدولية، ده إفساد. لكن عشان أعيد ترتيب الأمر ده داير خطاب، داير رؤية كلية، داير اتفاق وطني. النقابات ليست هي، النقابات دي مشروعيتها وأدوارها معروفة محددة بالدستور. ما هي العمل السياسي؟ ما هي العمل السياسي؟ زي ما المعسكر المؤسسة العسكرية ما دور العمل السياسي، ولا منظمات المجتمع، ولا النقابات، ولا الخدمة المدنية. الخدمة المدنية لما تجي انتخابات إذا عاد تترشح لمنصب سياسي لابد أن تستقيل. إعادة ترتيب هذا الأمر بيحتاج إلى خطاب، لكن عشان نكون مفهوم واضح ما هي الديمقراطية. الديمقراطية تدار بالأحزاب، وعشان نجي نتكلم عن الأحزاب لازم نتكلم عن الأحزاب، عشان نجي لأنه الأحزاب دي هي وسيلة الديمقراطية. لما نيجي نتكلم عن الأحزاب الآن السودانية الموجودة فقدت صلاحيتها يا جماعة. في حزب تكون من أجل الاستقلال السودان للسودانيين، لأنه كان المطروح الاتحاد مع مصر، وفي حزب يتكون عشان يتحد مع مصر. هل أسع دي قضية مطروحة؟ ده إيشيو. حزب لا أسع قاعد باسم الاتحاد، وحزب لحد أسع قاعد باسم حزب الأمة، داير واحد يستغل السودانيين من الإنجليز، نتبع الكومنولث، واحد دايرنا نمشي تحت التاج الفؤاد المصري. دي أحزاب ما عندها برنامج يا جماعة.
تقعد لحد هسه تسوي شنو؟ حقوا تخيلوا لو في واحد فيكم من جيلكم ده قال انا حزب امه ولا اتحادي. بعدين ما عندهم برنامج وطني الجماعه ديل، كانوا عايشين على الطائفيه، وطائفيه بقيته، واخطاء كان ممنوع الحديث عنها. وهم باعوا القضيه كلها، مشوا في مجموعه وفد الاشراف، قدموا سيف المهدي للملكه فكتوريا والبستهم الصلايب، كلهم لبسوا الصلايب كلهم وجوا راجعين بالصليب. ابو سين قال والله في السودان يبقى سعيد لو البابور دي غرقت بس بالناس الفيه دي. وزمان زي كلامي ده ما بقدر اقوله، بيقطعوا راسي طوالي، لكن هسه بنقدر نقول اي كلام. نتكلم عن تجاوزات الخليفه عبد الله، وعن تجاوزات عبد الرحمن المهدي، وعن تجاوزات علي المرغني في 60,000. علي المرغني لما جو الانجليز خاشين مع كيتشينر مشوا له في الازهر، قالوا له تمشي معانا، تمشي معانا ضابط، لانه الزبير باشا قال لهم انا ما بسويها، وجا لابس ضابط في الجيش الانجليزي المصري مع كيتشينر. صحيح اخطاء الخليفه خلت قبائل سودانيه كلها تتحالف ضده، لانه عمل زي اخطاء الانقاذ. والجمال الدين الافغاني ومحمد عبده قالوا لقد خلع ركبه الاسلام من عنقه، هذا تاريخ مخفي مسكوت عنه، لكن الليله بنقدر تقولوا انتم متحررين منه، انتم متحررين منه. فلما نتكلم نتحرر من كل التاريخ السيء في السودان يا جماعه، نتحرر من كل التاريخ السيء في السودان، تبنوا بناء جديد. الاحزاب القاعده دي احزاب عديمه الجدوى، غير صالحه لبناء ديمقراطيه مستقبليه ناجحه لقيام دوله حضاريه في السودان. ما ناجح. بدايه تكون دي بدايه صحيحه ولو بنفرين، للاسلاميين ولا شيء عندنا برا العالم، كنظريه ما عندها قيمه. ما في زول لسه بيتكلم عن النظريه الماديه. طفل واحد في كليه العلوم في سنه اولى هتتكلم له عن الماديه، عن الماده لا تفنى ولا تستحدث، بعد النظريه النسبيه، التفجيرات الذريه، علاقه الطاقه عن البنيويه، تتكلم عن مؤثر واحد في حركه التاريخ هو الماده. ده زول بليد ده يقول لا بيعرف اقتصاد لا بيعرف علم. هل هناك دوله اشتراكيه في العالم؟ الكومن تروم والكومن فور ما في شعب. لو جو يحكموا ما هي علاقاتهم بالعالم؟ حيمشوا للبنك الدولي، حيمشوا لصندوق النقد الدولي، حيمشوا لمنظمه التجاره الدوليه، ولا حيهتفوا لن يحكمنا البنك الدولي؟ وين بيعملوا ده؟ ما عندهم افق عالمي يا جماعه، ده حزب ميت. الزول ذاته في القبر دفنوا، لينين دفنوا، دي حزب در التاريخ. الناس العاقلين فيهم قال لهم نتجاوز هذا الاطار، قالوا لا بس نقعد فيه كده. ما ممكن هسه هم بيفكروا يجوا بشنو؟ قالوا نجي بثوره شعبيه بس مسلحه زي ما زمان الجبهه الوطنيه وزي ما خليل. ما يقدروا. طبعا دي واحده من البلادات يا جماعه، محاوله تجاوز مؤسسات الدوله والمجتمع في القضايا الاساسيه اللي فيه بتقتلك. انا بتمنى انه يعملوا كده. ستكون